السلام عليكم البنات، كي راكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة اختكم وصديقتكم من ايادي ام اسلام. نرحب بكم كامل مشتركات جدد والقدم، يعني القدم الاوفياء للقناة. نقول لكم مرحبا بكم ونتمنى ان شاء الله تكون فرجة ممتعة. اليوم حبيباتي جبت لكم واحد الفكرة، يعني بكيلو كما شفتوا في العنوان، كيلو كاوكاو غادي نقطع منه زوج بلاوات تاع كما نقولوا معسلات، نقولوا يعني حاجه اللي تحطيها لضيافك، تنتكل مع لاتاي، تنتكل في السهره، تنتكل في قصره، يعني بزاف بنان، بزاف هايلين وبالخف، يعني بالخف تحضريهم. المهم انا هنا كانت عندي كانوا ضياف آه، رجال. ضياف رجال هاد المرة ماشي نسا. ضياف كانوا جايين عند راجلي رجال. الوغ قلت انا ندير لهم هكا معسلات اللي يشربوهم مع لاتاي يديروا بهم القصرة. جات على راسي هاد البقلاوة التركية اللي سريعة التحضير، تجي هايلة، تجي مرقة، تجي دوب في الفم، يعني شنو نحكي لكم، تجي بزاف بنينة. مع واحد الاستيس غادي نعطيها لكم ان شاء الله تعجبكم. ومام القطايف هنا درت بلاط على القطايف ولكن بفكرة جديدة، حشو جديد، يعني حشو أنا درته جديد، يعني ما سبقش ليا وحطيتها لكم في القناة، ان شاء الله تعجبكم. فوالا هيالا، شوفوا بزاف جات بنينه. تاني زدت لها واحد الاضافه، تاني عطاتها واحد الذوق مختلف، يعني في الحشو مختلف على الذوق تاع هذيك البقلاوه تاع القطايف، عفوا بقلاوة تركية. المهم حبيباتي شوفوا ما شاء الله، قلت اليوم نشارك معكم هذه الفكرة، يعني بكيلو كاوكاو قطعت منه زوج معسلات هكا اللي تقدري انك تحضريهم في سرعة، يعني في وقت قصير، او ميم طون يعني تحطيهم هكا في طابلتك زوج صوالح، يعني ماشي غير حاجة واحدة وكاع. يعني علاه نقولها بزاف مانيش عارف. المهم نمر على بركة الله في تحضير الوصفات تاعنا تاع نهار اليوم، ونقولوا بسم الله. اول حاجه قلت لكم كيلو كاوكاو ونسحقوا السمن. بيان سور الكاوكاو هنا ديته دخلته للفوغ، يعني قليته. المهم البنات هنا عينكم على الكاوكاو، ردوا بالكم هو تحمروه بزاف، ما يلقش تحمروه بزاف، ديروه اللون اللي وريتكم انا به، يعني راه مقلي وغادي يزيد يطيب في الكوشه كي غادي نديروه في الوصفات. هذه النقطة لازم تدوها بعين الاعتبار، باسكو كاين مبتدئات اللي ما يعرفوش. المهم بين قوسين، باش الحشو تاعكم ما يجيكمش يابس، هذه هي، باسكو لا زيتو لا في الطياب الحشو تاعكم غادي يجيكم قاصح ويجيكم يابس، يعني ما غاديش تاكلوها هكا ساهله ولا. المهم هنايا غادي الحاجه الاولى اللي غادي نبدا بها اللي هي البقلاوه التركيه. البقلاوه التركيه غادي نخدم الحشو واش درت هنا. بيان سور قلت لكم كنت قليته وطحنته، من طحنته هنا غادي ندير اشواغ، غادي ندير فيها 3 كيسان تاع كاوكاو، يعني 3 عبار، 3 عبار تاع كاوكاو. غادي نضيف عليها فايت نص كاس تاع سكر، ما تكثروش السكر البنات، يعني يا اما ديروا كاس ناقص 3 صباع، يا اما ديروا كيما نقولوا حنا نص كاس فايت شويه، يعني فايت نص كاس. ومن بعد غادي نضيف عليها رشة تاع الملح، ما تنسوهاش ضرورية. غادي نضيف عليها مغرف تاع لافاني، وغادي نضيف عليها مغرف تاع عطر زهرة البرتقال. شوفوا هذاك شوفوا فيه واحد النكهة ما نحكي لكمش. هذاك كي تلقوه شروه وديروه في الدار، البنة تاعه ما تروحش، يعني راه عندي ملويته، راه عاد تقولي جديد. وغادي نزيد عليها واحد الاضافه اللي تقولي الحشو تاعك غادي يولي كيلوز، يعني زيدوا لها عطر هذاك باطاغوم تاع اللوز المر البنات شروه، ويعني راه يتباع كيما انا من شيته 10 ميل هذيك القرعه. ديروا هنايا، ديروا غير شويه كميه قليله، غادي تعطي لكم واحد النكهه تاع اللوز، تقولي راكي خادمتها باللوز. المهم انايا شندير، قلت لكم غادي نمد لكم استيس هكا باش الحشو تاعكم يجيكم كامل كيف وداك السكر يدخل مليح مع الكاوكاو، ويجيكم كشغل يجيكم مندمج مع الكاوكاو، ما يجيكمش كاوكاو وحده والسكر وحده. هادوك 3 كيسان غادي ديروهم في الاشواغ وديروا السكر تاعكم
قعدوا يعني خلطوا بالأشواغ هاكا يزيد ينطحن أو ميم طون غادي هاديك السكر يدخل مليح مع الكاوكاو. من بعد البنات صاي سي بون هنا كي طحنته وكاع درته في هاديك الغيسيبيون وغادي نزيد نضيف عليه 4 مغارف تاع السمن يكون دايب. شوفوا البنات هاد الوصفات لازم تخدموهم بالسمن باسكو السمن هو اللي يعطي لهم بنه على بنه، سيرتو هاد التقرميشه تاع البقلاوه باش تقعد معاكم اطول مده لازم تخدموا بالسمن. السمن هو اللي يخليها مقرمشه. المهم انا السمن ما نجمش نمد لكم نيشان بالعبر، يعني انا كان عندي كونتيتي دوبت وخدمت به هذه وخدمت به الاخرى. قلت لكم ديروا 4 مغارف تاع السمن في الحشو وغادي تزيدوا تضيفوا عليه المازهر. أنا درت ربع كاس تاع مازهر هاكا وخلوها مفتولة. شوفوا كي تجي مفتولة ومن بعد البنات خلوها في جهة هاكا تريح تروبوزي حاجة تاع ربع ساعة ولا وبدو تخدموا فيها. أنا ما ربع ساعة يعني تمتم بديت نخدم فيها. ديت هنايا هادوك الورق هذا تاع الفيلو ولا عجينة الفيلو هذه تحلوا هذوك الاوراق تاع الفيلو تاعكم بيان سور هنايا تكونوا مغطينهم هكا يا اما بكيس بلاستيكي يا اما بفوطه يعني بسربيته. المهم وتبقوا تدوا بالزوج باسكو البنات لو كان تخلوهم هكا في الهواء غادي يبسوا معاكم. المهم انا ديت زوج وريقي كيما هكا باش نخدم الرولو الاول يعني البودة الأول. غادي ندهنها مليح بالسمن كما شفتوا هنايا في الفيديو ولا في المقطع، يعني دهنت الورقة على 2 خطرات. يعني هنا كان عندي 2 وراقي دهنت الأولى وزدت دهنت الزاوجة وأنا استعنت هنايا بهذا السفود باسكو كاين اللي ما عندهاش هذاك العود تاع اللي يخدموا به هاد البقلاوة كما أنا البنات ما كانش متوفر عندي. أما للبنات جات في راسي فكرة تاع هاد السفود، يعني صراحة عندي مدة وأنا نستعملها سيفري ما بارطاجيتهاش معاكم ولكن توجور نخدم بهاد السفود وما شريتش ما شريتش هذاك العود. المهم هذا السفود تاع شويه يكفي بالغرض هكا نعطي لخواتاتي فكره يمكن تبغوا تجربوها وما يكونش عندكم. المهم لاحظوا هنايا انا كي نخدم هاد الوراقي. المهم ديروا السمن كيما هاك. شوفوا المهم نتوما كي رخفوا يدكم في السمن يعني ما تكثروش السمن حتى اللي تخلوا هذيك لي فاي تاوعكم من بعد هكا كيطيبوا يطلقوا السمن بزاف هكا في البقلاوه. لا ديروا مسحوا كيما نقولوا حنا مسحوا بالبانسو ومن بعد غادي تتنوا هذاك الورقه الاوراق تتنوها على هذاك السفود وديروا الحشو تاعكم. ومن بعد كي ديروا الحشو تاعكم وترولو تبقوا تكمشوا فيها غير هاك شويه او ميم طون تروحوا ديروها في البلا. انا هنا كان عندي هاد البلا هاد الصغير فوالا. نعاود لكم هذا المقطع. شوفوا ديروا السفود كيما هاك عاودوا تسنوا هذيك الاوراق غير كيما هكا حطوا الحشو تاعكم وبقوا ترولوا كيما هاك. من بعد كمشوا كيما هكا وحطوا في البلا. هنا وين ما تحطوا رولو واحد دهنوا هكا بالسمن من الفوق فوالا. شوفوا هذاك المقدار تاع الكاوكاو اللي درته دار لي 5 من هاد الرولويات. انا زدت خلطت شويه باش كملت 6 هكا باش نعمر بلا ضربه واحده. يعني هاد الكميه قطعت لي 30 حبه وانتم على حسب ما تبغوا تقصوا. كيما انا قصيته شويه كي شغل صبيعات كل وحده وكي تبغي تقص. كاين اللي تبغي تكبر على تاعي وكاين اللي تبغي تصغر على تاعي. المهم هنايا البنات بعد ما درتها بيان سور قلت لكم كنت دهنت البلا بالسمن وعاود كي وليت نحط البقلاوه تاعي تاني دهنتها من الفوق دخلتها للفرن شعلت عليها من تحت عطيت لها وقت يعني طابت من تحت شتها بدات تحمر عاود شعلت عليها من الفوق قد ما حمارت لي كيما هاك وخرجتها. كي تخرجوها وهي هكا سخونه تكونوا موجدين العسل انايا كنت شاريه تاع يعني ماشي تاع الدار. المهم اللي تبغي تصنع تاع الدار راني حطيت لكم الوصفه تاع العسل المنزلي. المهم انا هنا درت لها 500 غرام تاع عسل فوالا وخليتها تتشرب بعقلها. يعني شفتوها مخصوصه شويه زيدوها شويه. المهم ما تفوتوش 700 غرام تاع عسل. بين قوسين بغيت نوضح لكم على الكاوكاو. الكاوكاو انا درت كاس ممسوح
صافي 3 كيسان تاع كاوكاو ممسوحين، بصح قلت لكم ما قدتنيش، دارت لي 5 رولويات. صافي نتيا إلا بغيتي ديري كيما أنا بلا تاعك وكاع 6 رولويات، ديري 3 كيسان بصح يكونوا بومبي، يعني ديري الكاوكاو عمري هذاك الكاس تاعك قبيه شويه ديريه بومبي. المهم هنايا بعد ما عسلتها بقيت نقطع فيها هكا باش تزيد تتشرب هذاك العسل. أنا شوفوا كي قطعتها كيما هاك، شوفوا 6 على 5 صافي. شوفوا 6 رولويات في 5 حبات صافي 30 حبة. واه 5 في 6 30 نيشان. قطعت لي 30 حبة. نتوما بغيتو تصغروا على تاعي صغروا، بغيتو تزيدوا تكبروا ديروها كي شغل صبيعات كبروا، يعني هذه تبقى ليكم. المهم هنا كتزيين درت لها غير شويه هكا بيستاش هكا من الفوق، يعني فوق بيستاش ماشي بيستاش. المهم يعني هذه بقلاوة اقتصادية، ما حضرناهاش باللوز ولا مي تجي همية وتجي بنينة، وأحسن من أنك تروحي تشري من برا، يعني تخدمي صوالحك هكا على النقاط تحطيهم لضيافك، أحسن من أنك تشري من برا. وصدقوني جات بنينة بنينة. شوفوا دروك راني نسجل معاكم وتشهيتها. المهم أنا هذه تعرفوا وين درتها نهار الرابع وقيلة تاع العيد، نهار الثالث نهار الرابع، نهار الرابع تاع العيد، باسكو هاد الفيديو راه عندي من وين. المهم مور العيد قلت لكم ما بغيتش نحط هكا من الكاطو تاع العيد هكا، قلت انا ندير حاجه هكا تاع تناسب القعده تاع قصره. المهم سمعوا هنا تقرميشه، غادي انا نسكت وانتم تسمعوا. ودرك حبيباتي كملنا مع الوصفة الأولى، نمروا مع بعض للوصفة الثانية واللي هي خبزة القطايف. بون أنا درتها في بلا، نتوما تبقى قادرين ديروها، يعني كاين اللي يبغي يديرها في خبزة هكا مدورة وكاع، هذه لكم الاختيار. أنا بغيتها هكا مستطيل باش نقطعها مستطيل، يعني نقطعها مستطيلات هكا يكونوا صغار ولا مربعات. المهم أنا خلطت درت مربعات ودرت مستطيلات. شوفوا التعسل البنات راه واصل حتى للقلب ما شاء الله. وديجا راني حطيت معاكم وصفه تاع القطايف من قبل. المهم اللي غادي نحط لكم الرابط الوصفه في صندوق الوصف، هي والبقلاوه وكاع، حتى البقلاوه البنات ان شاء الله ان شاء الله. غادي نحضر معاكم لاباط فيلو، يعني عجينه الفيلو نحضروها مع بعض هكا. اللي ما تبغاش تشري العجينه الفيلو من برا، نحضروا مع بعض العجينه الفيلو ونحضروا بها الوصفات كو سوسوا سالي ولا سكري، نقولوا ان شاء الله. المهم نمروا مع بعض قلت لكم للحشو تاع القطايف. هنايا اش غادي نزيد فيه كاضافه، باسكو المره اللي فاتت درت معكم الحشو غير بالكاوكاو، هذه المره قلت نزيد نعطيها لكم بنوات كوكو، باسكو مره جربتها بنوات كوكو جاتني تحفه في البنه، يعني الحشو يجيكم زاكي. اللي ما يكونش عندها الكاوكاو تعاون بنوات كوكو، اون بليس نوات كوكو غادي يعطيه واحد النكهه ما تبانش بلي راكي دايره نوات كوكو، هاكا تحسي الحشو جديد. فهمتوني؟ نقولوا بسم الله. نفس الشيء، يعني انا هذه هي خدمتي، نفس الاشواق درت فيها 3 كيسان كاوكاو، زدت عليها كاس تاع نوات كوكو، كنت حيرته يعني عبرته ومن بعد رحت حيرته، يعني قلوه هكا باش تحصلوا على هذا اللون. شوفوا كي تقلوه الذوق تاعه غادي يختلف. مهم درنا 3 كيسان تاع كاوكاو يكون محمص ومطحون في الاشواق، زدنا عليهم مغرف تاع لافاني، مغرف تاع زهرة البرتقال، مامبا مغرف يعني غير شويه، ما تكثروش زهرة البرتقال باسكو قاطعه، ورشه تاع الملح ضروري. الملح البنات في الحشوات هذه دائما نقولها لكم، باسكو الملح غادي يخرج لكم الذوق تاع داك الحشو. الرشه او ميم طون يوازن في الحلاوه، يعني يعادل الذوق. نزيد عليها هنايا فايت نص كاس تاع سكر عادي، ومن بعد نطحن كل شيء ناشف في ناشف، يعني هذوك صوالح الجافين نطحنوهم هكا في الاشواق، يزيدوا ينطحنوا ويزيدوا يندمجوا مع بعض. من بعد البنات غادي نزيد عليها عطر اللوز المر، باتاغون تاع اللوز المر، وتاني عطر البندق، زيدوا غير شويه شويه. شوفوا هاد الادواق اللي راني نديرهم لكم البنات غادي يخرجوا لكم ما تامنوش ذوق كي داير في هذاك الحشو، يجيكم بزاف بزاف بنين. المهم هنا زدت عليه تقريبا 4 مغارف تاع سمن دايب،
4 مغارف تاع سمن دايب. ومن بعد قلت لكم طحنت مليح كلشي بالاشواغ هكا باش يندمجوا مع بعض. شوفوا كي طحنوا بالاشواغ غادي يجيكم كامل كيف كيف. شوفوا هنايا الكاوكاو كي كان مفرز. من بعد البنات درته هنا في ريسيبيون ولا في اي اناء باسينه ولا، وزيدوا عليها قعدوا ترشوا شويه في المازهر. انا المازهر درت ليه ربع كاس تاع مازهر، ما تكتروش هكا باش الحشو يجيكم يجيكم مرخوف، يعني يجيكم مفتول، ماشي يجيكم متماسك وقاضب مع بعضه. غادي نخلي الحشو تاعي يريح ونروح نخدم القطايف. انا القطايف هنا البنات ما كانش عندي كاع علبه، كانت عندي كنت قالعه منها ديجا، يعني كنت خادمه بها ديجا من قبل، يعني كنت خادمه بها هذه في رمضان. وبصح ما شاركتكمش الوصفات بصح معليش البنات. آم، كل يوم راني نحط البنات، كل يوم راه جديد ان شاء الله. ما نبخل عليكم حتى حاجه، غير دعموني وديروا لي الكوراج، وان شاء الله حاجه ما نبخلهاش على خواتاتي. قلت لكم هذاك القطايف البنات، قلت لكم بقيت نحل فيهم، عاونت روحي بالسمن يكون دايب، حلوهم مليح ورشوا هكا السمن هكا بين يديكم وخلوهم بجيه. نجو لهنا للبلا. انا هنا راه عندي بلا صغير البنات، دوك نحط لكم مقاسات في صندوق الوصف تاعه. كي هذا كي تاع البقلاوه. المهم نتوما بغيتوا ديروا القطايف كطبقه اولى، ومن بعد ديروا الكاوكاو وتزيدوا ديروا القطايف من الفوق. بغيتوا ديروا كيما انا دائما كنت نحط لكم القطايف كيما هكا، ندير لكم طبقه تاع قطايف وطبقه تاع حشو وطبقه تاع قطايف. هاد المره قلت لا، مادام بقات لي لاباط فيلو نعطيكم هاد الفكره. يعني انا بقات لي لاباط فيلو من هذيك من هذه اللي حليناها خدمنا بها البقلاوه، وبقاو لي هذوك الوراقي باش ما تقعدليش غير هكا في الفريجيدير وتبرد وتخسر وكاع. قلت انا نستغلها ونديرها هنا كطبقه الاولى. فرشتها، وهذه البنات يقولوا لها بقلاوه القطايف، يعني هذه راها تنتباع بكثره في الاسواق، خاصه في رمضان. يعني في رمضان راهم يخدموها بزاف على هذه الطريقه. وكاين اللي يديروه بالعجينه تاع البقلاوه اللي تبقى عادي، يعني عجينه تاع البقلاوه اللي نخدموا بها البقلاوه الجزائريه. يعني هذيك البقلاوه هاك تبقى لك العجينه قادره تخدمي بها كيما هاك، ديري طبقه تاع عجينه تاع بقلاوه وتزيدي الحشو وتزيدي قطايف من الفوق. المهم انا ديت هذوك الاوراق اللي كانوا باقيين لي، بقيت ندهن، يعني دهنوا البلا في البلا، ومن بعد ديروا ورقه، من بعد دهنوا الورقه الاولى الزوجه الثالثه حتى تكملوا هذوك الاوراق اللي كانوا عندكم. يعني ماشي بالتحديد، اللي يكون عندك ديريه. من بعد درت الحشو تاعي، شفتوا الحشو كي كان مفرز وكان شغل مفتول، ما يجيش متماسك باسكو لا لايمتوه بزاف بالمازهر وجاكم متماسك غادي يجيكم يابس البنات. من بعد كي تبقوا تقطعوا فيه يجيكم يابس. اللهم خلوه هكا مفتول باش يجيكم مفرز ويجيكم خفيف. من بعد درت القطايف تاوعي هنايا هكا كطبقه ثالثه. وهنا كي ديروا القطايف حاولوا انكم تدخلوها في الجناب، دخلوا ما تخليوهمش هكا مشرشفين، هذوك الشعاطيط هكا من ومن. دخلوها وديروا السمن من الفوق، يعني هكا غير بالبانسو ديروا شويه تاع السمن ودخلوها للفرن. باينه البنات الطياب تاعها شعلوا عليها الفرن من التحت حتى طيب لكم من التحت وتشوفوها بدات تحمر، حتى دوك القطايف غادي تلقاوهم يبدو يحمروا من الفوق. الوغ طفوا عليها من التحت وشعلوا عليها من الفوق، عطوها هذا اللون. كي تخرجوها هنا تكونوا موجدين السيرو تاعكم. البنات سامحوني المقطع تاع السيرو ما حكمته لكمش. المهم السيرو انا درت 2 كيسان سكر، 3 كيسان ماء وطرونش تاع الليم. غادي تقولوا لي البنات مداري انا ندير كاس سكر للسيرو، ندير كاس سكر 2 كيسان ماء، بصح هذيك في حاجه تاع بسبوسه ولا فهمتوني. بصح هذه قطايف نبغي السيرو تاعها يكون شويه ثقيل. الوغ مادام نبغي السيرو تاعها شويه ثقيل درت 2 كيسان سكر، 3 كيسان ماء، طرونش تاع الليم، ونخليها فوق الغاز حتى وين نحسها بدات كما نقولوا بدات تغلي. حسبوا لها 10 دقائق وطفوا عليها. انا كي طفيت عليها البنات زدت لها مغرف كبيره عفوا تاع مازهر، وزدت لها هنايا 3 مغارف تاع عسل العادي، 3 مغارف تاع عسل. وخليت هذاك العسل هكا باش يجي هكا كشغل شويه احمر فهمتوني، باش هذاك السيرو تاعكم يجيكم شويه احمر ما يجيكمش ابيض. ومن بعد الخبزه تاع القطايف انا كي جبتها البلا تاعي، كي جبته وهي سخونه شربتها. شوفوا التعسال كي يجي، شوفوا هذا المقدار اللي عطيتها لكم يعسلها لكم حتى للقلب. شوفوا ما شاء الله، تعرفوا كي جات بنينه. ديجا ضربوا البلا البنات بصحتهم. المهم لاحظوا هنايا، شوفوا كيفاش جات تشهي. والتزيين البنات درت شويه هذاك سوريز، وانتم لكم الاختيار،
حبيباتي البنات، وصلنا لنهاية تاع الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ما تنساونيش بتعليق شباب وجيم. مع السلامة.